السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا صباح السعادة والسكر الزيادة. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نشوف النهاردة هنعمل ايه. هنعمل أحلى 18 قطعة كوب كيك. تعالوا، دولت معانا بطيء وعليهم كوباية ناقصة معلقة كبيرة سكر، كوباية لبن، وعصرة ليمونة، شوية الملح، اهم حاجة ورقتين الفانيليا على البيض، وعصرة الليمونة بدل الخل، ممكن تحطي بدلها خل، بس الليمونة بتدي لها ريحة حلوة. نص كوباية زيت. وهنعمل احلى كب كيك في الخلاط او بالمضرب اليدوي عادي او بالكهربائي المتوفر عندك، مش هنقف على حاجة. طبعا عملناهم في الخلاط حلو كده. المكونات دي كلها سكر دم معانا بسرعة، بس يا ريت يكون سكرك ابيض عشان ما يغمقش العجين، والفانيليا تكون بودرة ما تكونش سايلة. الفانيليا السايلة بتغمق برضو الحاجات اللي زي دي، الكيكة والكب كيك والمعجنات اللي زي دي. طبعا نزلنا بكوباية وقلبناها شوية كده. هننزل بالكوباية التانية كوبايتين دقيق، والكوباية اللي عايرنا بيها كوباية المية العادية. المكونات كلها زي بعضها، توحدوا الكوباية. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. طبعا ننزل عليهم كيس بودر أو كيك شيف اللي الموجود عندك، مش هنقفوا عليه. اي الموجود اللي حواليك في السوبر ماركت اللي حواليك، مش هنلفه ياما. بس هو انا بفضل الكيك شيف لان البودر بيغمق العجينه شويه. طبعا بعد ما ضربنا المكونات دي في بعضها حلوه كده زي ما انتوا شايفين قوام العجينه، لا اله الا الله، هنحطها في شفشق او كوبايه الموجود عندك عشان تعرفي تصبيه. هتكوني محضره قالب بالكب كيك والورق بتاعك، وهتصبيه نصها بس، مش هتمليها كلها، نصها عشان ارتفاع الكب كيك معاكي ما يطلعش بره القالب. ما شاء الله مش هتنسى حلاوته. قومي تجربي لي ولادك على طول. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، الكوبايه معاكي او الشفشق او الدورق بيساعد معاكي ان انت تصبي حلو في كوبايات الكب كيك. طبعا نزلت عليهم بمعلقه كاكاو من العادي، مش هنقف على الكاكاو، انا عندي كاكاو خام بس حبيت اعمله معاكم بالكاكاو العادي، ولو حابه تغمجيه عن كده كتري الكاكاو، انا حبيت لونه كده. طبعا بقيت الخليط فضيناه في الشفشة، وهنصب تاني في الايه، في القطعة التانية، في القالب التاني بتاع الكب كيك. مش باين معانا معلش ما خدتش بالي من تصوير. ففضل معانا من الخليط دولت شوية كده صغيرين. جبت القالب بتاع الكريم كراميل ده، انتوا شايفينه الحلو ده، او هو مش عارفة بتاع ايه، وعند مرات ابني في المطبخ. القلب الحلو الصغنن الألمونيا دي، شايفين طيابه ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. طبعا وصبيتهم فيه وزودتهم كمان، يعني احنا معانا القالب المدور ده 7 حتت، وده يعني هما 19 حتة مش 18. وغير الصغيرة عملنا كمية حلوة، كوبايتين الدقيق والمكونات اللي انتوا شفتوها دول. حابة بقى تحطيه مع اولادك في اللانش بوكس، حابة تعمليه كده سادة. انا عن نفسي زوجته بكريمة وشوية شوكولاتة، عملت له روزيتات كريمة حلوة كده. ولادنا طالبينه كده، وعلى حسب ذوقك هتعملي ست الكل، وانتوا اكيد ذوقكوا احلى اكيد. طبعا عملناه بالكريمة كله، وجبنا الشوكولاتة دي كده عملناها فوق الروزيتات زي وردة كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.
تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، ما نحرمش منكم يا حبايبي. طبعا احنا عملنا اللي بالشوكولاتة وعملنا اللي بالفانيليا، طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة. تعملي كمية كبيرة في بيتك لأولادك، هينبسطوا منها. لا إله إلا الله. طبعا جبناهم بقى، هتنجلهم في طبق حلو كده. كنت أنا بزوج التورتة الصغيرة ده أهم حاجة. هتحطي شوية شوكولاتة فورماسيلا، وكل الحاجات دي طبعا انا شارياها بتنها عندي في البيت كده بزياده، يعني ايه، بعمل منها حاجات بسيطه كده. يعني انت بتشتري شويه بيغيبوا عندك لان ما بتكتريش منه. ولو حابه عندك كريز تحطها عليه. الحاجات ياما، يعني حبيت فراوله هتقطعيها وهتعملي برضو على الروزتات دي. حباه تاكليه ساده هيبقى طعمه زي العسل وسكره حلو. لا اله الا الله. تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات وتقولوا لي رايكم، وتشتركوا معايا في القناة وتعملوا لايك حلو للفيديو. محرمش منكم يا حبايبي يا رب. زي ما انتوا شايفين الصغيرة القلب الحلو دي زوجناها رخر اهوت. وطبعا هنفضيه في الاطباق بتاعنا. ويا سلام بقى، شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اللي عيالنا ما استبروش ان انا اكمل تصوير، بقوا ايديهم تهبش معايا كده هنحرمش منكم يا حبايبي يا رب. شايفين ما فيش صبر. اصبروا اصبروا ما بيصبروش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.